بص يا كابتن حسام، عشان تعمل انجاز لمنتخب مصر وانجاز شخصي لحضرتك لازم تعمل 3 حاجات. اول حاجه تعدل، تاني حاجه تعدل، تالت حاجه تعدل. الامن مش مستتب والنفوس مش صافيه وشكلها كده عركه كبيره من اهل العريس واهل العروسه وهنطلع النهارده ببلد. عشان العدل اساس الملك. قائمه منتخب مصر المتجهه لكاس العالم نزلت وفيها حاجات وفيها مفاجآت وفيها ناس تنفع تنضم وفيها ناس ما تستحقش تنضم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. مش هقول لك اعمل شير وفولو ولايك وسبسكرايب، انت وذوقك وانت وضميرك وبراحتك. تعال بقى نمسك القائمه واحده واحده كده ونشوف مين يستحق ينضم ومين اللي ما يستحقش. اصل ده كاس عالم، فحرام لما تظلم لاعب عشان ربنا يكرمنا. صليتوا على النبي تاني، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. في حراسه المرمى محمد الشناوي. انا مش هتكلم كتير عن محمد الشناوي بحكم ان هو الاكثر لاعب من حراس مصر كلها خبره واكتر لاعب ممكن في الماتشات دي يبقى عنده ثبات. فبالنسبه لمصر اصلا كلها حاليا انت لو دورت مفيش حد عدل اصلا، مفيش حاجه من ريحه زمان. حتى مصطفى شوبير جمهور الاهلي بعد ماتش بيراميدز بقى لقينا انقسام، الناس بدات تقول لك فين الشناوي؟ ده الشناوي طلع ارحم، او مصطفى شوبير شكلها كده هتطلع طفره، وسمعنا كلام كتير وشفنا كلام كتير. فخلينا في الشناوي يستحق. تمام كده تمام كده. مصطفى شوبير انا برضك بصراحه مش عارف تاخد حارسين من فرقه واحده ليه؟ ما هو في حارس بيبقى اساسي وحارس بيبقى احتياطي. خلاص خد لاعب من فرقه واحده حارس عشان خاطر ما تظلمش حراس تانية. بس انا مش هتكلم برضك على مصطفى شوبير بحكم الاداء في المجمل اللي هو بيقدمه، فهنقول برضك مصطفى شوبير ما عنديش فيه مشكله. طبعا المهدي سليمان بحكم اللي هو بيقدمه مع الزمالك دلوقتي وبحكم الاداء التاريخي والاسطوري والريمونتادا اللي هو عاملها مع نادي الزمالك، فطبعا مهدي سليمان ما فيش فيه مشكله. ومحمد علاء برضك حارس الجونه ما فيش منه مشكله. كده احنا حراس المرمى ما عندناش فيه مشكله يا عم. تمام زي الفل كده، تمام زي الفل. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. نيجي بقى للدفاع. احمد فتوح. طبعا احمد فتوح انت ما عندكش اصلا باك شمال غيره، وطبعا 100% يستحق احمد فتوح احسن باك شمال داخل مصر وداخل قاره افريقيا. محمد عبد المنعم طبعا مش فيهاش كلام، مش هنتكلم عن محمد عبد المنعم، مش محتاج كلام. ياسر ابراهيم نفس الكلام، بالنسبه لي ياسر ابراهيم من احسن المدافعين اللي في مصر. رامي ربيعه برضك ما فيهاش كلام بصراحه بحكم خبراته. حسام عبد المجيد برضك احسن مدافع في مصر حاليا. ومحمد هاني باك يمين. بالنسبه لي محمد هاني وعمر جابر الاثنين حاجه واحده، ويمكن بس انا يعني خلينا يا عم في محمد هاني، مش هقول على عمر جابر حاجه، خلينا في محمد، رغم ان انا شايف ان عمر جابر يستحق ينضم للمنتخب ويبقى هو ومحمد هاني الباكات اليمين. انت كده ما عندكش باك يمين في منتخب مصر على الورق كده غير محمد هاني. ممكن بقى لاعب تاني تلعبه كجوكر في المركز ده لو انت اتزنق. نيجي بقى لخط النص. حمدي فتحي مفيش كلام على حمدي فتحي، حمدي رجوله طبعا. امام عاشور برضك مش هنتكلم على امام عاشور، احسن لاعب نص ملعب في مصر لما بيلعب بمزاج وبروح. زيزو. نيجي هنا بقى في النقطة الفاصلة اللي هيحصل اختلاف عليها. زيزو بيقدم ايه مع النادي الاهلي؟ وهنا خلي بالك زيزو محسوب على نص الملعب، مش محسوب ان هو جناح. كابتن حسام حسن واخده رقم 1 نص ملعب لان هو جناح يمين. عنده محمد صلاح وعنده هيثم حسن وممكن اي لاعب تاني غيره يلعب جناح يمين، ممكن مرموش يلعب جناح يمين، فهو مش واخد زيزو جناح يمين، واخد زيزو نص ملعب. فبالنسبه لزيزو في نص الملعب هو قدم ايه مع النادي الاهلي سواء جناح او سواء نص ملعب؟ كلنا شايفين مستواه، وبصراحه لا يستحق الانضمام للمنتخب وفيها مجامله شديده قوي. اتكلم يلا عدل يلا، اتكلم بأدب لو سمحت، اتكلم بأدب يا ولد. وهنا كان الاحق منه لو هتاخد لاعب في نص الملعب يلعب 8 او يلعب 10 بصراحه. ومظلوم ناصر ماهر. ناصر ماهر الموسم كله سواء لما كان لسه في الزمالك قبل ما ينتقل لبيراميدز عامل موسم عالمي، سواء لما كان في الزمالك ولا مع بيراميدز. رقم 1 في نص ملعب بيراميدز عند يوريزيتش، يعني دلوقتي بيقعد له كارتي احتياطي اساسي دايما. ناصر ماهر على الكارت على قطه على اي حد، المهم ناصر منسي رقم 1. فناصر منسي بصراحه لعيب مظلوم ولعيب يستحق الانضمام. محمد شحاته طبعا برضك ما فيهاش كلام. مهند لاشين احسن نص ملعب في 6 في مصر، هو ومروان عطيه، يعني الاثنين هم مع بعض ما فيش اي مشكله. طبعا تريزيجيه برضك ما فيش اي مشكله. يبقى هنا في نص الملعب هنا كان المفروض بدل زيزو يبقى ناصر ماهر. وعندي لاعب كمان هو محطوط في القائمه اللي هي بيقول لك سيتم اختيار 3 منها، محمد اسماعيل. يعني كابتن حسام حسن محمد اسماعيل لاعب جوكر، بيلعب نص ملعب، بيلعب قلب دفاع، بيلعب باك يمين. شفناه مع الزمالك في اي مركز الزمالك بيوظفه فيه بيأدي بروحه برجوله ولاعب كورته عاليه، وانت خدته قبل كده. هنا بقى يعني النقيض ان هو خده في بطوله افريقيا اللي فاتت وفي مستواه ما كانش بالمستوى ده، ما كانش بالحاله الفنيه اللي موجود عليها في الزمالك دلوقتي. فلما انت يوصل لحاله اعلى وما تضموش فدي فيها غريبه بصراحه. نيجي في خط الهجوم بقى.
عمر مرموش طبعا ما فيهاش كلام يا عم، ده بيلعب في السيتي، وبعدين عمر مرموش لاعب كبير قوي. ابراهيم عادل بصراحه في رايي لا يستحق الانضمام، لا يستحق الانضمام، وما بيعملش حاجه ومش هيفيد المنتخب بحاجه. طب مين اللي يستحق انضمام مكانه؟ حسين الشحات. حسين الشحات مظلوم بصراحه، على الرغم ان انا يعني مع اختلافي الشديد في حسين الشحات في تصرفاته وفي افعاله، بس انا بكلمك ككره، لا حسين الشحات لاعب مظلوم بصراحه، عشان يبقى متفاهمين بس كده مع بعض. يبقى هنا بدل ابراهيم عادل كان المفروض حسين الشحات ينضم للمنتخب. طبعا محمد صلاح ما فيهاش كلام، هيثم حسن ما فيهاش كلام، مصطفى محمد ما فيهاش كلام، ناصر منسي على المستوى اللي بيقدمه دلوقتي مع الزمالك برضك يستحق انضمام للمنتخب. يبقى احنا كده اختلفنا على مين؟ اختلفنا على زيزو يخش مكانه ناصر ماهر، واختلفنا ان محمد اسماعيل يستحق الانضمام اصلا بدل القائمه اللي هو محطوط فيها، هو يبقى موجود اصلا في القائمه الاساسيه. وقلنا برضك ان ابراهيم عادل ما يستحقش وحسين الشحات يستحق اكتر منه. ولو جينا في القائمه اللي فيها الثلاثه اللي هياخدوا منهم، لو هتختار ثلاثه منهم بما يرضي الله وبحق ربنا، اختار محمود صابر، اختار محمد اسماعيل، اختار كريم حافظ. بس كده يا اخويا، صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مش تعمل الشير وفولو واللايك والسبسكرايب.